السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. الجزء ده من عزومة أول يوم رمضان. كنا عاملين محشي. المحاشي يعني كرنب وورق عنب وكوسة بتنجان وفلفل وملوخية وسلطة وعصاير. طبعا انا ما صورتهاش يعني الحاجات دي، لان انا قبل كده عملت المحاشي كلها، وعملت برضو البط، كنت عاملة بط جنبها. ففاض اكل. فالنهاردة احنا ايه ال- الحاجات اللي هي فاضت دي حرام طبعا تترمي، فهنعملها هناكلها يعني النهاردة. وهعمل جنبها فرخة مشوية. كان عندي كده طبق فيه سلوك بتتباع سلكتين كده بيتحطوا في الطبق، وبتتحط فيها الفرخة من تحت كده، فبتبقى ايه بتحطيها يعني في صينية، وفرن البوتاجاز بتبقى كأنها مشوية بره بالظبط. بالنسبة للخلطة دي أنا عملت هنا كوباية زبادي، وحطيت عليها سماق وفلفل اسمر، وحطيت معلقة صلصة، وحطيت ملح وبهارات، يعني البهارات اللي انتي بتحبيها كلها ممكن تحطيها، بس بكمية قليلة علشان ما تضغيش على طعم شوي الفرخ. بعد كده بندهنها جوه وبره بالخليط ده. كنت غسلاها كويس بالليمون وبالملح ومنضفاها كويس يعني. بعد كده حطيت لها حطيناها بقى في السلك اللي هي الطبق بتاع الشوي ده. دلوقتي هنشوفها يعني هي بتاخد طبعا فرخة واحدة بس، فانتي لو عملتي اكتر من فرخة يعني ممكن بعد ما دي تستوي تحطي واحدة تانية. بس انا النهارده كنت عامله فرخه واحده بس، لان انا وابني بس اللي هنفطر. فحطيتها اهو في الصينيه، بتحطي فيها ميه، انا هاخدها احط فيها ميه، بتحط في الخروم دي كده، بتحطي واحده خلف التانية عشان الفرخه بتدخل فيها. لو جربتي الطبق ده بالسلوك دي في الشوي، يعني مش هتستغني عنها في الشوي خالص. جميلة جدا يعني، بتديلك نفس الطعم بتاع بره بالظبط. لان انا عندي الشواية اللي هي بتاعة الفرن دي بتاخد وقت جامد يعني كتير. لكن دي ما يعني كأن انتي مولعة الفرن وبتشوي فيها الفرخ، انتي بتولعي من تحت بس الفرن. لما بعد ما بتستوي دي فراخ شوي يعني متاخدش وقت، هي ساعة الا ربع. بتروحي مشغلة الشواية 3 دقايق وخلاص كده بتبقى ايه اتحمرت. فانا حطيت فيها مية، وهحط برضو في الصينية كوباية مية او نص. يعني ممكن كل شوية لو حطيتي كوباية مية حطي كوباية، لو حطيتي نص بعد شوية بتفتحي برضو بتشوفي لو شربت المية بتروحي حاطة تاني علشان الصينية بس ما تتحرقش. وبتروحي مدخلة كده الفرخة في السلوك دي من فوق. والخلطة لما بتنزل في الطبق بتاعها بتاخدي بقى بالمعلقة، يعني كل 10 دقايق كل ربع ساعة كده بتاخدي وبتروحي بالمعلقة واخداها ودلقاها عليها من فوق. انا نسيت اقول لكم ان احنا في الخلطة دي حطينا معلقتين زيت،
علشان برضو بتطري الفرخة وبتخليها بتديلها لمعان حلو. معلقتين بس، ما تحطيش يعني كتير زيت. اتمنى منكم التفاعل معانا، لان القناة يعني على قد ما الواحد بيعمل فيديوهات وكده بزعل جدا والله، لاني ما بلاقيش يعني تفاعل كتير. يعني اتمنى ان انتوا تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، واكون شاكرة جدا ليكم يعني. هنا انا هاخدها بقى على الفرن. بتحطيها على يعني على الرف التاني كده من تحت. بتحطي فوق الصاجة بتحطي الشبكة، يعني متبقاش على طول كده على الصاجة، لا يعني بتعليها سنة كده في الشبكة شوية، وبتسيبيها بقى على 160. بتستوي براحتها بقى ساعة الا ربع كده. هنا بقى اوريكم الزينة بتاعتنا الصغنونة البسيطة دي. عملت زينة كده صغيرة، لان انا ما صورتلكوش بقى قبل رمضان وكده، لان انا عملتها على اخر وقت يعني، فقلت اصور لكم بقى الزينة الصغنونة بتاعتنا. معلش بقى انتوا لو سمعتوا بقى البومب والحاجات دي، كل سنة وانتوا طيبين بقى. احنا مش ما بنعرفش نقعد بصراحة من البومب ده طول الليل والنهار. حتى اما ابن غدا بيجي النونة الصغنن يعني بيتخض والله من البومب ده. انا مش عارفة يعني ايه مزاجهم في البومب، مش عارفة. دي الفوانيس دي بتاعت غادة ومحمد وهم صغيرين. تخيلوا يعني انا بحتفظ بالحاجة جدا يعني. وده بتاع السبوع بتاع ادم ابن غادة. يعني هو لسه عنده حوالي 4 أو 5 شهور يعني، بس برضو في لمط كده بتنور وحاجات كده. قلت اعمل بقى قطايف. انا ما بعملش يعني كمية كبيرة، بعمل بالعدد كده. يعني دول 6 وحدات يا دوبك بالعدد كده، لان القطايف طبعا لو قعدت لو بيتت ما بتبقاش حلوة، فبعمل كمية صغيرة كده كل يوم طازة كده بطازة، طبق صغنون كده. هنا الفرخة استوت وسخنت المحشي. حطيت العصير، كان في عصير مانجا، وفي بلح اللي عايز بيبقى بياخد بلح كده يعني بيفطر عليه. وهنا يا دوبك الكوباية دي صغيرة جدا، دي بتاعت قهوة يعني، بس هي باينة في الكاميرا كبيرة، هي الحقيقة صغننة، يا دوبك معلقتين بس شربات. كنت عاملة برطمان كبير بيقعد معايا طول رمضان. عملت كيلو سكر، وفي البرطمان الشربات بيقعد معايا طول رمضان، باخد منه للحلويات يعني. فدول يا دوبك معلقتين بس كده حلينا بيهم القطايف. يعني يا ريت ما نعملش ما نهدرش في الحاجة، نعمل الحاجة اللي احنا ايه على قد الاكل بتاعنا. انا يومها برضو كنت عاملة كنافة، وكنت عاملة قطايف برضو يوم العزومة. ودي التمرية دي حاطة فيها البلح على السفرة كده، اللي بيعوز ياخد بلحة بياخد بلح يعني قبل الفطار. وده كان الفطار بتاعنا، العصير والمحشي وملوخية. الملوخية دي ناشفة على فكرة.
اتمنى ان اكلنا يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وعافية، واتمنى منكم الاشتراك وتفعيل الجرس، وتعملوا لنا مشاركة للفيديوهات. ربنا يسعد قلبكم يا رب. سلام.